السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناه سوبر ليدي. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض سلسله فيديوهاتنا بتاعت سندوتشات المدارس، لان زي ما وعدتكم قبل كده ان احنا هنعمل مع بعض افكار كتير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم 3 افكار من البطاطس، 3 افكار يعني مختلفين، لان زي ما احنا عارفين برضو ان البطاطس يعني سعرها اقتصادي اليومين دول وهي في متناول الناس كلها. انا كنت جايبه البطاطس الرفيعه دي كده 3 كيلو ب5 جنيه، وفي منها برضو الحجم الكبير الكيلو برضو ب5 جنيه، فهي مش غاليه خالص. طبعا قشرتها بالشكل ده. ودي بقى الحله بتاعتي، هفضي فيها البطاطس كده كلها، وبعد كده هحط لها بقى شويه ملح، وهسلقها سلقه عاديه خالص، بس طبعا مش هتخليها يعني تتهري، لا هتبقى ماسكه نفسها برضو. ودي كده البطاطس بتاعتنا بعد ما اتسلقت سلقه كامله زي ما قلت لكم. طبعا اول ما بتخرج بقى بمسكها على طول بقى هرسها بالهراسه، وهي سخنه برضو كده بحط لها معلقه من السمنه او الزبده وهرسها كويس. وبعد ما هرستها كويس كده ممكن بقى عندي كمان مثلثين من الجبنه النستو، طبعا بتستخدمي اي نوع، هرسهم برضو معاها كده. وبعد ما هرستها كويس بالشكل ده هحط عليها برضو يعني حاجه بسيطه قوي من الزيت، يعني تقريبا نقطتين كده بس من الزيت، وهرسها برضو كويس. ودلوقتي بقى هزود شويه كده من الملح، وشويه كمان من الكمون. خلاص كده النوع الاولاني من البطاطس بتاعنا جاهز اهو. هبتدي بقى احشيه في السندوتشات بتاعتي. البطاطس بالجبنه النستو بجد جميله جدا، وان شاء الله هتعجب ولادكم جدا اهو بالشكل ده. والفكره التانية بقى اللي هنعملها ان شاء الله من البطاطس دي كده، البطاطس برضو اللي انا سلقتها معاكم، هتبتدي بقى تقطعيها كده صوابع بالطريقه العاديه خالص اهو بالشكل ده، طبعا اي حجم بقى انت بتحبيه. بعد ما قطعنا بقى البطاطس بتاعتنا بالشكل ده، دلوقتي هنحط لها تقريبا كده نص معلقه من الثوم البودر، يعني مش كتير، وهنحط كمان نص معلقه كده من الكركم، وكمان شويه كده من نص معلقه تقريبا كده من الكمون، ونص معلقه برضو من الملح، وشويه كمان من الفلفل الاسمر تقريبا برضو يعني ربع معلقه مش كتير علشان ما يبقاش حراق. وكمان هحط شويه من البابريكا، نص معلقه كده من البابريكا، وشويه صغيرين جدا بقى من الزيت، يعني حاجه بسيطه قوي تقريبا معلقتين او 3، وهنقلبهم بقى كويس جدا مع التوابل دي. وبعد ما تبلنا البطاطس بتاعتنا كويس جدا كده وقلبناها مع التوابل والزيت ده كده شويه من الدقيق، هنبتدي بقى نجيب الصوابع بتاعه البطاطس بتاعتنا نغلفها بالدقيق كده بالشكل ده. وبعد ما غلفت البطاطس بتاعتي كلها بالدقيق زي ما انتم شايفين، دلوقتي بقى نبتدي نقليها على النار. اول بقى ما الزيت بتاعي سخن كده شويه، هبتدي بقى انزل فيه صوابع البطاطس بتاعتي. ودي كده البطاطس بتاعتي بعد ما اتقلت كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله لونها حلو قوي وبجد طعمها شهي جدا. دلوقتي بقى هجيب برضو الفينو بتاعي وابتدي احشي السندوتشات بتاعتي في الفينو. الفكره بقى الاخيره معايا برضو جبت شويه بطاطس من اللي انا كنت سلقاها معاكم، دلوقتي هبتدي اهرسها برضو. ودلوقتي بقى هنتبلها بشويه صغيرين جدا من الملح علشان برضو ما تبقاش مالحه، يعني هتبقى مع الملح بتاعها يعني مظبوط. وشويه كمان من الكركم، طبعا الكركم مفيد جدا وهيدي البطاطس لون حلو قوي هيخلي اطفالكم يحبوها. وشويه كمان من الكمون، ونهرسهم بقى ونقلبهم كويس قوي. ودلوقتي بقى معايا بيضتين، هبتدي دلوقتي احط عليها رشه صغيره من الملح، وكمان رشه صغيره من الفلفل، وبعد كده هضربهم مع بعض كويس جدا. ودلوقتي حطيت بقى الطاسه بتاعتي على النار واحط لها معلقه كده من الزبده. اول بقى ما الزبده تسيح هنزل عليهم البيضتين يستووا كويس جدا سوا كامل. اول بقى ما البيض استوى كويس جدا سوا كامل، هبتدي انزل عليه بقى كميه البطاطس المهروسه اللي انا هرستها دلوقتي، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. وطبعا في المرحله دي هطفي بقى النار خلاص، لان كل حاجه خلاص مستويه. ودلوقتي بقى ههرس البيض كويس جدا مع البطاطس. وعلى فكره الوصفه دي هتبقى جميله جدا لو اطفالك يعني ما بيحبوش البيض، بجد هتبقى مفيده قوي ليهم. ودلوقتي هنحشي برضو السندوتشات بتاعتنا بالبطاطس بالبيض بالكركم الجميله دي، بجد اطفالكم هيحبوها جدا. عايزه اقول لكم طعم بقى وريحه مفيش كده، خصوصا ان انتوا كمان لو عملتوها بسمنه حلوه يعني سمنه بلدي مثلا او زبده صفرا نوعها كويس. ودي سندوتشات المدارس بتاعتنا، الثلاث افكار الجميله اللي احنا عملناها بالبطاطس. الفكره الاولانيه اللي هي البطاطس بالجبنه، الجبنه النستو، والفكره الثانيه اللي هي البطاطس المحمره المتبله، والفكره الاخيره معايا اللي هي البطاطس بالبيض.
والكركم، بجد التلاتة احلى من بعض. طبعا زينت بقى السندوتشات بتاعتي دي بشرايح كده من الخيار، وكمان الزيتون المخلي والفلفل الاخضر، بس الحقيقه هو مش حامي، انت ممكن تستعملي الفلفل الرومي، بس بجد بلاش يعني الطماطم لانها بتبوش السندوتشات الفينو. ان شاء الله هتجربوهم وهيعجبوا اطفالكم جدا. وبالنسبه للنوع الاولاني اللي هو البطاطس اللي احنا عملناها مع بعض دي المحمره يعني المتبله، انصحكم بجد ما تعملوهاش لاولادكم، لان انتوا لو عملتوها هيحبوها كل يوم. طبعا بهزر معاكم، بجد رائعه جدا، لو عملتها لهم مره ان شاء الله هيبقوا عايزينها على طول من كتر جمالها. طبعا سندوتشات جميله جدا وفي نفس الوقت بسيطه يعني واقتصاديه، وبجد في منتهى الجمال. ان شاء الله يا حبايب قلبي هتجربوها لاولادكم وهيعجبوهم جدا، وبالهنا والشفا ليهم جميعا مقدما، وربنا يخليهم لنا يا رب. انتظروني بقى يا حبايب قلبي الفتره الجايه دي في سلسله برضو فيديوهات جميله جدا عن سندوتشات المدارس. بس اهم حاجه طبعا تفرحوني بقى بلايك جميل زيكم كده علشان الفيديو ينتشر في كل مكان، وكمان تعليق حلو برضو. ولو عجبتكم بقى يا حبايب قلبي الافكار بتاعتي دي ما تنسونيش برضو في اشتراك في القناه، وبحبكم في الله. اشوفكم بقى ان شاء الله يا حبايب قلبي في فيديو جديد.